المسيح وعد أتباعه كلمة شرف إنه راجع للمرة التانية عشان يملك على كل الأرض، وادى المؤمنين بيه علامات. قال لهم أول لما العلامات دي تحصل اعلموا إني قريب على الأبواب. والمسيح وعد وكلمة شرف، وهو قد كلمته لا يمكن أن يرجع في كلامه. طب إيه هي العلامات اللي اداها للمؤمنين بيه اللي بتدل إن مجيئه على الأبواب؟ أول علامة الطبيعة. بص يا سيدي، في اخبار بتسمعها في الولايات المتحدة الامريكية وفي العالم كله عن حاجة اسمها تغير المناخ. زي ما الناس انقلبت على الله وارتدت على الله، الطبيعة انقلبت عليهم. هقول لك على اسرار دلوقتي بتحصل في الارض غريبة جدا. اول حاجة، لب الارض اللي في الارض التوازن المغناطيسي بتاعه ابتدى يتلخبط، والشمس نفسها هيبدأ يظهر فيها ثقوب سوداء، وزلزال. حتى في مصر دلوقتي هيكون كل يومين زلزال، وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم كله. لو انت فتحت جوجل وكتبت زلزال هتلاقي ان كل نص ساعة حرفيا بيحصل زلزال. الأرض من تحت بتتغير، بتتقسم، في إعدادات العالم بتتغير دلوقتي. طيب، الجليد هيسيح، والمحيط هيضج وهيرتفع، وفي مدن ساحلية كتير هتتمحي من الخريطة. الأبراج العالية بسبب كثرة الزلازل هتنحني على الأرض، وهيكون في يوم اسمه يوم الفوضى، يوم فوضى الطبيعة. هتلاقي أنهار جفت، وشعوب بسبب المجاعات قامت على شعوب. حتى الشعب المصري هو من الشعوب المعرض للمجاعة الكبرى، لان السد اللي عملته اثيوبيا على نهر النيل كفيل، والتغيرات المناخيه معاه، يعني السد والتغيرات المناخيه كفيل انه يرجع منسوب النيل ويسبب جفاف في نهر النيل. وزي مجاعة الشدة اللي حصلت من 1000 سنة ممكن تتكرر تاني، وزي مجاعة يوسف اللي حصلت في بداية التاريخ ممكن تتكرر تاني. فاحنا في مصر في الشرق الاوسط في منتصف الاحداث، لان المنطقة اللي احنا عايشين فيها دي هي مركز العالم. طيب، ده المناخ. في العلامات التانية الانهيار الأخلاقي. لو انت رحت للغرب هتلاقي في نظام الجواز انضرب. يعني ايه نظام الجواز انضرب؟ يعني هتلاقي الراجل والست بيعيشوا مع بعض بدون زواج، لان الراجل من دول هو مش عايز يربط نفسه بامرأة وبعد كده يجيب منها عيال ويتحمل مسؤوليتها. لا، هو في دماغه كده في العقلية الغربية هو عايز يعيش معاها بدون زواج علشان ما يتحملش المسؤولية القانونية، لان اعداد الطلاق في امريكا زادت عن 60%، وفي الغرب بقى يعني الغرب الجماعي كله زادت عن 60%. اذا الشباب والبنات دلوقتي في المجتمعات الغربية ما بتتجوزش، بيعيشوا مع بعض. الام بتحمل بتجيب طفل، الام بتاخد حضانة الطفل، بيتربى بدون اب وبعيد عن امه برضه، يعني مع ده شويه ومع ده شويه. حتى لو انت شفت الافلام الاجنبي هتلاقي فيها حاجه مشتركه كبيره قوي، ان كل الابطال منفصلين عن زوجاتهم، الافلام الاجنبي. فانت تعرف ان المجتمع الغربي نظام الزواج فيه انضرب. طيب، ليه انا بحكي لك عن نظام الزواج؟ انا بقول لك بمجرد ما تلاقي نظام الزواج انضرب اعرف ان يوم القيامه على الابواب، لان المشروع الانساني اللي الله خلقه هو قائم على الزواج، لان الزوج والزوجة هم اللي بيربوا الجيل الجديد. اذا الجيل الجديد طالع من غير اباء وامهات، فهتلاقي الاب اتقلب على ابنه والاخوات اتقلبت على بعض، وظهر الانهيار الاخلاقي في الموسيقى، وظهر الانهيار الاخلاقي في ادمان المخدرات، وظهر الانهيار الاخلاقي في كل حتة. بقى كل العالم حواليك اكنه زي ايه؟ عكس الشجر اللي كان في الجنة. الشجر اللي كان في الجنة كله كان حلال، لكن دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده كل الشجر اللي حواليك حرام، لكن في شجرة واحدة حلال لو قطفت منها هتعيش للأبد، وهكلمك عنها في نهاية الفيديو. لكن دلوقتي احنا عايشين في جيل الانهيار الأخلاقي. طيب، نيجي للعلامة الثالثة، الحروب وانتشار الحروب. هو قال لك السيد المسيح هتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. تعال بقى للحروب. هتلاقي امريكا عايزه تحارب الصين، وروسيا عايزه تحارب اوكرانيا، وهتلاقي مصر عايزه تحارب اثيوبيا، كوريا الشماليه عايزه تحارب كوريا الجنوبيه، وكل طرف عايز يمسك طرف، واسرائيل عايزه تضرب مفاعلات ايران النوويه،
وكلهم مرقدين لبعض على تكة. اول لما التكة دي تيجي الحرب العالمية الثالثة هتبدأ، والحرب العالمية الثالثة دي هي نهاية العالم. يعني هي هما رقم 3 ده لازم تفهمه، الحرب العالمية الأولى الثانية الثالثة ثابتة على طول. مثلا الهيكل اللي اتهدم مرة 2 لما يبني المرة الثالثة ثابتة على طول، فاهم؟ فرقم 3 لازم تفهمه. حلو الكلام. فالوقت قريب، الوقت قريب. ده الحروب، وانت شايف الحروب دلوقتي يعني شبه منتشرة في الأرض على تكة زي ما انت فاهم. نيجي لعلامة أخرى بعد كده، هي علامة إن الناس نفسها بقت عاملة نفسها آلهة، بقت بتحب المال، بتحب نفسها، عايشة من أجل نفسها، ونسيوا إن هم غرباء في العالم. يعني إيه غرباء في العالم؟ يعني الواحد بيركب القطر مثلا، بيحجز كرسي في القطر، بيفتكر إن الكرسي ده ملكه طول الرحلة، مش عارف إنه هيجي محطة وهينزل فيه. حلو الكلام. دلوقتي الناس في العالم فاكرة إن الشقة دي بتاعتها اللي هي ملكها، وفاكرة إن البيوت دي بتاعتها والعربية دي بتاعتها. مش عارفين ان هم كل الحاجات دي حق انتفاع، خدوه حق انتفاع او ايه، او زي ايجار، لان فترة حياتهم على الارض هي 70-80 وفي الاخر هيسلموا. يعني واحد زي نجيب ساويرس ده بكل غناه، كل التعب اللي كد فيه في العالم، كل العرق وكل اللي عمله في العالم، العماير وبرجين ساويرس وكل الحاجات دي، هو غرس حياته في العالم، فاهمني؟ هو هيسيب كل ده لان فتره حياته فاهمني؟ ده مش، انا بتكلمش ما بشخصنش مع نجيب ساويرس، لا انا بكلمك على العالم كله. فيعني الواحد هيمشي من العالم وهيسيب كله، مش هياخد حاجه معاه، هو ايجار، هو عايش ايجار. وعلى فكره في علاقه بين نهايه العالم وبنهايه الحياه، يعني الموت ونهايه العالم ماشيين مع بعض. ونهايه العالم ده مرتبط بحاجات كتير، مرتبط بالجغرافيا ومرتبط بالجيولوجيا ومرتبط بالفلك ومرتبط بالحاله الاخلاقيه ومرتبط بالدين، مرتبط بحاجات كتير. الموضوع ده هيبقى الموضوع الرئيسي اللي الناس هتتكلم فيه الايام اللي جايه، لان هتبدا تظهر بقى العلامات الحقيقيه المرعبه، فاهمني؟ طيب انا بقول لك ان الناس دلوقتي نسيوا ان هم هيجي لهم يوم ويموتوا او يخرجوا من العالم، المخرج من العالم، فاكرين العالم هو ملكهم، فبقى يحبوا انفسهم ويحبوا المال وبقوا عبيد المال دون عباده الله. ده سبب. حلو الكلام. طيب السيد المسيح قال ان مجيئه التاني هيكون على غفله، هيغفل بيه الساكنين على الارض. هو قال لك يوم التجربه العتيد ان يجرب كل الساكنين على الارض على غفله. ومثل العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، كانوا الاثنين نايمين، اللي قالوا السيد المسيح كانوا الاثنين نايمين فسمعوا صراخ في نص الليل، هوذا العريس مجبر فاخرجن للقائه. المؤمنين بالله والغير مؤمنين نايمين دلوقتي، لكن المؤمنين معاهم الروح القدس وضمان الحياه الابديه، ان ليهم حياه ابديه، هيستيقظوا على الخبر ده والبوق الاخير، هيكون ليهم حياه ابديه وهيخشوا السماء لانهم ضامنين حياتهم الابديه. اما الاغلبيه مش ضامنين حياتهم الابديه، وكل الذي لم يضمن حياته الابديه لن يكون له حياه ابديه. طيب الحياه الابديه الانسان بيحصل عليها ازاي؟ او الشجره بتاعت الحياه الانسان بيقطف منها ازاي، اللي قلت لك عليها في نص الفيديو، شجره الحياه. زي ما قلت لك كل الشجر اللي حوالينا شجر حرام، في شجره واحده اسمها شجره الحياه، قطفت منها وكلت مره واحده بتنول حياتك الابديه. الشجره دي هو السيد المسيح، صليب السيد المسيح. انا اعترفت بصليب السيد المسيح وبدمه اللي انسفك على الصليب، بتنول غفران الخطايا، لان هو راح على الصليب علشان يدفع ثمن ذنوبك اللي انت فعلتها على مدار حياتك. وده الخبر اللي ابليس عايز يخفيه عنك بكل طريقه ممكنه. طيب السيد المسيح قام من الاموات، ان امنت بيه تقوم وراه من الاموات وتضمن حياتك الابديه، تضمن دخول السماء، دخول الجنه، ارض العجائب. المعنى في الحياه انك تعرف بعد الموت انت رايح فين. المعنى في الحياه تعرف محطتك اللي هتنزلها يمين ولا شمال. المعنى في الحياه انك تعرف انت رايح السماء ولا نازل النار، لان الحكايه فيها سماء ونار. فانت قدم التوبه عن الخطايا واعترف بدم يسوع المسيح عشان تعود عليك أزمنة الفرج وتنول حياتك الأولى والحياة التانية الحياة الأبدية. دي الرسالة اللي كل فيديوهاتي بتتمحور حواليها واللي هتوصل لك. هتلف، بص الفيديو ده فيه قوة، هيلف ويوصل لك، هيخبط على باب قلبك. تعرفون الحق والحق يحرركم. من عرفت الحقيقة هتحررك. الحقيقة حلوة، يا بخت اللي يعرفها. إن عرفت الحقيقة هتحررك. بشكرك على حسن استماعك.
وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، وبشكر كل الناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوة وكل الناس اللي بتكتب لي تعليقات مسيئة انا مسامحها. وبحبكم جدا. بفكركم ان انا على الفيسبوك قافل الرسائل الشخصية، انا قافل رسائل الشخصية. وبفكركم برضه ان انا ما بردش على التعليقات كتير، ما بردش على التعليقات كتير، ودي حرية شخصية فاهمني. فانا بقرا التعليقات وبشوف كل انسان كتب لي كلمة حلوة، كل انسان كتب لي كلمة وحشة برضه مسامحه. وفي اليوم الاخير، في اليوم الاخير انت هتتسأل على الكلام اللي سمعته ده دلوقتي ان قبلته او رفضته، عشان ما تقولش محدش قال لي، لا الحقيقة قدامك اهي. فاختار الحياة لتحيا، الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.